السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وهنا وسعادة ودفى ومطمئنين البال ومرتاحين كده ان شاء الله. النهاردة هنعمل فطيرة تحفة جدا، طعمة مختلفة طبعا عن الفطير المشلتت. هنسمي بالرحمن ونشوف النهاردة الفطير بتاعنا بيتعمل ازاي. في البداية كده هنجيب طبعا انا عندي لبن رايب انا روبته، واحنا روبنا اللبن قبل كده مع بعض، وطريقته سهلة خالص وبسيطة. في البداية هنشيل بس القشطة بتاعت وش اللبن دي الحلوة الفريش الخطيرة دي على جنب كده، علشان هنغمس بيها الفطير بتاعنا في الآخر. طبعا شايفين اللهم بارك، ده اللي طالع معايا من القشطة بيور جدا وخطيرة. هنشيل برضو معلقتين 3 كده من اللبن الرايب الخطير ده المرطب على القلب، جميل جدا بدون اي اضافات. اللهم بارك، شايفين بيطلع معايا قطع ازاي. ونبتدي بقى نركن باقي اللبن ده على جنب، علشان ده هنستخدمه في عجن الفطير بتاعنا. تاني حاجة بقى هنجيب بولة كده على جنب، ننزل فيها ب2 كوب من الدقيق اللي هو متعدد الاستخدام، الدقيق بتاعنا العادي. هننزل عليهم بكوب من الدقيق الذرة، ومعلقة من البيكنج باودر، ونص معلقة كده صغيرة من الخميرة. الخميرة مش عشان نخمر العجينة، بس عشان تفتح قلب الفطيرة بتاعتنا. اديت رشة كده من الملح، يعني تقريبا نص معلقة صغيرة، وهعمل ميكس لكل ده. يبقى احنا استخدمنا كوبين من الدقيق متعدد الاستخدام، وكوب من الدقيق الذرة، والدقيق الذرة يكون ابيض مش اصفر، وبيبقى ناعم شوية كده. هننزل عليهم بالمادة الدهنية، عندي تقريبا نص كوب من السمنة علشان تطري معايا العجينة، لان دقيق الذرة من الدقيق الناشف اللي بيبقى في الخبز بتاعه جاف جدا ومش بيبقى طري، فلازم حاجة مادة دهنية تطريه. كل ما تكتري المادة الدهنية كل ما تبقى طعم الفطيرة بتاعتك لذيذة كده وفيها دسامة وما تكونش ناشفة. هنقلب بقى ميكس كده كل المكونات لحد ما تبقى زي الرملة المبلولة كده تتماسك لو مسكتها في ايدي، وتسيب بعضها لو سبتها. بعد كده هنزل بالرايب اللي عندي، هعجن بيه الدقيق او الدقيق الذرة او الفطير الذرة. ما بيتعجنش بمية، لان المية هتنشفه، وهو اصلا لازم يتعجن بحاجة تديله طراوة. فاحنا طبعا مروبين اللبن علشان ندي للفطير الذرة بتاعنا طراوة، ويبقى طري كده ولذيذ، ما يكونش ناشف ومخشب كده. وانتي بتاكليه انت عايزة تاكلي حاجة طعمها لذيذ وتبقى طرية كده وحنينة، ما تكونش ناشفة. بنلم الدقيق كده بايدينا، مش عجن، هي من اسهل العجائن اللي هتقابليها، يا دوب بتلميها كده في بعضها باللبن الرايب. وانا ما ضفتش ميه خالص، لان اللبن اوريدي فيه كميه ميه لا بأس بها. هنبتدي نعجن لحد ما تبقى عجينه طريه زي ما احنا شايفين الليونه دي حلوه جدا. اهم حاجه دي يتلم معايا وتبقى بالطراوه دي. هي بتتقطع طبعا لان دقيق الذره ملوش عرق زي باقي انواع الدقيق، فبتتقطع ما بتكونش فيها عرق. هنبتدي بقى نلم العجينه بتاعنا بعد ما عجناها زي ما احنا شايفين باللبن الرايب وبس، ونبتدي نركنها ترتاح ربع ساعة مش اكتر. احنا مش هنسيبها تخمر ولا حاجة، احنا حاطين الخميرة عشان تفتح قلبها، ومع البيكنج باودر ما تبقاش مكتومة. بعد ربع ساعة هنبتدي نفردها. غطيت وشها كده بس عشان الوش ما ينشفش، وجبت صينية الخبز. لازم ادهنها بمادة دهنية، ادهنها بزبدة او بسمنة، بلاش زبدة عشان ما تحرقش، خليها سمنة او زيت. لازم تبقى مدهونه كويس جدا علشان الفطيره اثناء الخبز ما تلزقش في الصينيه وتيجي تخرجيها تتكسر منك، لان الفطير الذره بيبقى حساس جدا، لو شلتيه بطريقه غلط بيتكسر، واحنا عايزينه يبقى سليم كده وشكله يفتح النفس. هقطع الكميه بتاعتي لفطرتين. احنا قلنا احنا عندنا 3 كوبايات من الدقيق، كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدام، وكوبايه من الدقيق الذره. هبتدي اقطعهم على فطيرتين، هيعملوا معايا فطيرتين حجمهم كويس جدا، يعني حوالي 36 الفطيرة الواحدة، مقاس 36. بفردها كده على الصينية، وابتدي اظبط الوسط والحروف اخليهم سمك واحد. وانا بفردها كده هي عجينه طيعه جدا وبتتفرد ما بتتحملش، يعني لان هي ما فيش فيها عرق، ما بتاخدش وتدي، بتمشي معاكي بمنتهى السلاسه. اهم حاجه وانتي بتفرديها تخلي بالك انها تكون كلها سمك واحد الحروف والوسط، وما ترفعيهاش قوي علشان ما تبقاش ناشفه،
وكمان الحروف بتاعتها لو فتحت منك كده او شققت لازم تلميها وتقفليها كويس علشان شكلها يبقى مرتب وكويس. جبت معلقتين من القشطة، اي نوع قشطة، انا عندي القشطة بتاعت وش الحليب، حطيت لهم كده معلقتين من الزيت وعملت لهم ميكس، وابتدي ادهن وش الفطيرة بتاعتي، بتديلها طراوة. وكمان لازم توزعيها كويس جدا من الحرف للحرف كده، وما تسيبيش اي مكان مش متوزع عليه علشان تديكي لون موحد اثناء الخبز، وتطلع كلها لونها ذهبي كده وتفتح النفس. كده احنا عملنا الفطيرة الاولى. هنبتدي بقى ندخلها فرن متسخن مسبقا، انا مولعاه من ربع ساعة. بعد كده هنبتدي نجيب خرطة من الجبنة على القريش، على معلقة من السمنة البلدي، وكمان معلقة من القشطة لو متاح عندك، هتديلها دسامة كده وتخليها خطيرة جدا. ونعمل لهم ميكس كويس جدا علشان انا هعمل الفطيرة التانية هعملها محشية زي ما هنشوف دلوقتي. جبت برضو الصينية بتاعتي دهناها كويس جدا بالسمنة، وهبتدي اجيب الفطيرة او الكرة التانية من العجين، ابتدي افتح قلبها كده واعمل في قلبها فجوة كده علشان احط الحشوة بتاعتي. الحشوة اللي هي جبنة على معلقة من القشطة على كمان معلقة من السمنة البلدي، وهبتدي اقفل عليهم الفطيرة بتاعتي. ويا سلام بقى، الفطيرة دي بتبقى مختلفة تماما عن الفطير السادة، بتبقى طعمها مميز ومتغمسة كده وخطيرة. هبتدي ألم الحروف بتاع العجينة على الحشوة زي ما احنا شايفين، وأقفلها كويس جدا. أهم حاجة التقفيلة دي علشان الحشوة ما تلزقش معاكي في الصينية. زي ما احنا شايفين القفل كده لازم يكون كويس، واحطها بقى على القفل اللي تحت، والوش بتاعها هيكون لفوق. هبتدي افردها واسمي بالرحمن. وانا بفردها لازم ابقى حريصه كده ان انا ما اضغطش جامد علشان ما اخرجش الحشوه من وش الفطيره. هي لو خرجت يعني مش هتعمل مشكله قوي، بالعكس هتدي دسامه للوش وهتدي له شكل حلو، بس نحاول قدر الامكان ان هي ما تخرجش. نلم الفطيره بتاعتنا كده ونلم حروفها ونقفلها. اي حرف بيتفتح مني او بيشقق لازم المه كده واظبطه عشان الفطيره بتاعتي شكلها النهائي يبقى مرضي كده وشكلها يفتح النفس. خلاص انا فردت الفطيرة بتاعتي وسويت حروفها. هنزل بالقشطة مع معلقتين الزيت، وابتدي ادهن وش الفطيرة بتاعتي كده من الحرف للحرف، وما سيبش اي مكان مش مدهون علشان اللون يبقى موحد زي ما اتفقنا، وكمان تطلع شكلها جلد كده وتفتح النفس. القشطة دي بتديلها طراوة، وكمان بتديلها لون حلو جدا. اللهم بارك. الفطير المردد او الفطير الذرة اللي احنا اتعودنا عليه من ايد امهاتنا وجداتنا، وكانوا يعملوه لنا في الشتاء كده ناكله، كان بيبقى لذيذ جدا وريحته جميلة، وكنا نتلم كده حوالين الاكل اللذيذ الشهي، سواء الفطير الذرة او الفطير المشلتت. وكمان القراقيش والحاجات الحلوة اللي كانوا بيعملوها بإيديهم. شايفين معايا الفطيرة في الفرن، وكمان بشوي جنبها بطاطا عشان الدفى بقى يكتمل في ليالي البرد الجميلة. ودلوقتي ده شكلها لما ابتدت تاخد اللون. من وقت للتاني كده ببتدي ألف الصينية علشان تاخد لون موحد من كل الاتجاهات، ما يبقاش جنب وجنب. وهبتدي اخرجها بقى دلوقتي. اللهم بارك، دي اول واحدة خرجت معايا، ودخلت التانية الفرن علشان تتخبز معايا، لسه سخنة جدا. اللهم بارك، لونها تحفة قوي وريحتها شهية جدا. هنشوف بقى الفطيرة التانية، ده شكلها في الفرن، شكلها زي ما احنا شايفين بتغلي جوه الفرن، ما شاء الله تبارك الرحمن. الدسامة باينة عليها، القشطة والسمنة والجبنة اللي احنا حاطيناهم جوه قلبها في الحشوة بتاعتها. وكمان التست بتاعها مش قادرة اوصف لكم كان عامل ازاي. طبعا يعني انا يعني الفيديو طبعا بعد ما اكلناها ودقناها بالهنا والشفا، خطيرة جدا. ده شكلها بعد ما ابتدت تاخد اللون، خطيرة تحفة. اللهم بارك، بتغلي كده قدامنا، ريحتها في منتهى اللذاذة. هنبتدي بقى نخرجها، هنحطها كده فوق الفطيرة التانية. ما شاء الله تبارك الرحمن، بهدوء كده علشان ما تكسرش مننا. شكله يفتح النفس، لونه زي ما احنا شايفين بيتكلم عن نفسه. اسهل انواع الفطير، شايفين الروعة، شايفين الظهر والوش، كم شايفين الظهر عامل ازاي، زي الفل ما شاء الله تبارك الرحمن. لونها جلد كده وخطيرة، وريحتها في منتهى اللذاذة. ان شاء الله النهاردة
تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع الفطير الذرة أو الفطير المردد، من أسهل أنواع العجاين اللي هتعمليها في نص ساعة. طعمها لذيذ، ريحتها مشهية، وبتفكرنا بالزمن الجميل. هنقدم جنبها القشطة بقى اللي احنا شلناها من على الرايب اللي احنا عاملينه في البيت بإيدينا، وكمان هنقدم جنبها الجبنة، وده اللبن الرايب كمان اللي شيلناه، كنا شايلين شوية علشان نغمس بيهم مع القشطة، والجبنة القريش كمان. وكمان ما ننساش طبق بقى العسل الاسود اللذيذ، علشان نبقى الاكله متكامله كده، كلها اكله فلاحي فلاحي، الفطير فلاحي، وكمان اللبن معمول في البيت بمنتهى النظافه، سواء خدنا منه قشطه او اكلناه لبن رايب، والجبنه القريش. ويا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.